قبل ما نبدأ القسم الثالث من أنمي أميرتي بنحب نقول لكم نبذة عن اللي حصل في الأقسام السابقة، بس ما تنساش تتفرج على الملخصات اللي قبل كده والرابط بتاعها تلاقيه في صندوق الوصف تحت. الأمير كريس وإليانا راحوا رحلة سوا لنجمة سيسل، ونجمة سيسل دول هم علماء بيبيعوا الكتب بتوعهم كل 3 سنين، وبطريقة ما خلال رحلتهم بيقابلوا الطفلين باولو وريني، وبعدها انتقلوا للبروفيسور ليدزي وهو عضو في نجمة سيسل. ولما حست إليانا ان في حاجات كتيرة ما تعرفهاش عن الأمير كريس بترجع من مكانها جنبه لورا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. ونبدأ مع ملخص القسم الثالث. بيفتكر الأمير كريس لما تمت خطبته من بنت غير الأميرة إليانا، ولما الجميع كلهم كانوا بيهنوه كان متضايق جدا، وخصوصا والد الأميرة إليانا. ولما لاحظ غضبه ده عمه ثيودور وانه مش حابب خطبته من السيدة ميرال، طلب منه يحاول ينسى الماضي وذكريات طفولته مع إليانا. فغضب الأمير كريس وقال له إنه حاسس بمشاعر اتجاه إليانا عمره ما حسها اتجاه أي فتاة تانية. وفي يوم من الأيام كان بيمشي الأمير كريس صادف وجود نجمة سيسل وسوق كتبهم، وافتكر إن الأميرة إليانا كان نفسها جدا تروح لهناك زي ما قالت له وهم صغيرين. فقرر ساعتها يتعرف على البروفيسور ليدزي، وشرب البروفيسور مشروبات كتيرة جدا على حساب الأمير كريس. ولما حكى له الأمير كريس قصته إن والد البنت اللي بيحبها بيعامله كده، فقال له البروفيسور ليدزي علشان هو شايف انه لسه صغير. ولما سأله الأمير كريس ازاي يكسب والد الأميرة إليانا، فقاله ليدزي انه ما يتسرعش وان في وقت هيجي عليهم ويلتقوا مع بعض، علشان كده لازم يعمل للوقت ده علشان يقدر يكسب الأميرة وأبوها. فحس الأمير كريس ساعتها إن كل غضبه بدأ يهدأ، وقرر إن يبذل كل جهوده علشان اليوم ده. نرجع للحاضر لما سأل البروفيسور ليدزي الأمير كريس هو أنا مدين لك بإيه؟ فعرف إنه أخذ الأموال اللي معاه كلها ساعتها وشرب بيها. فسأل ليدزي الأميرة إليانا أنت اللي الأمير كريس بيتلهف على الزواج منها؟ ولما استغربت الأميرة إليانا قال لها البروفيسور ليدزي إن ممكن يحكي لها قصة الأمير كريس كلها بشرط إنها تعزمه على جميع المشروبات. فقطع الأمير كريس الكلام وقال للبروفيسور خدني لرئيس نجمة سيسل، وانه عايز يتكلم معاه ضروري، وقال له يعتبرها كخدمه لشخص ابتزه وخد منه امواله علشان يشرب بيها. وبيطلب الامير كريس من ريني يرجع لبيت امه وهم هيروحوا وراه. ولما سالت اليانا الامير كريس ازاي عارف شعب نجمه سيسل في الماضي، فقال لها انه هيقول لها بعدين. ولما طلب منها تمشي معاه رفضت إليانا وقالت له انها تروح مع ريني. وقالت إليانا لنفسها انها لازم تتعامل مع موضوع الشخص اللي بيقول ان هو من عائلتها. تستغرب إليانا جدا من الحاجات اللي عرفتها عن الأمير كريس الأول مرة، والأول مرة بتعرف عنه كل المعلومات دي، وهي حابة تعرف عنه كل شيء. بس اكتر شيء بيقلقها دلوقتي انها مش فاكره ابدا لما قابلت الامير وهي صغيره. فقابلها اللورد ليان وسالها لو هي بخير، فقالت له انها كويسه وما تقصدش ابدا انها تزعج حد. وبيظهر اصدقاء ريني وباولو بيقولوا لهم ان عائله موجلر انهم مش هياخدوا اوامر منهم بعد الان، بعد ما جمعوا لهم مجموعه من الكتب كبيره جدا، وحبسوا كمان والده ريني في قصرهم. فقال اللورد ليان لإلينا انه هيرجع لها حالا وبيجري لبعيد. وبيقولوا اصدقاء باولو وريني ان موجلر قال ان هو هيحرق كل الكتب علشان يتخلص من الادله اللي ادينه. فغضبت جدا إلينا لما عرفت ان الكتب هيتم حرقها، وصرخت وطلبت منهم يعرفوها مكان موجلر. وبتقول إلينا ده بس مش حابس والدة ريني فقط، ده كمان هيقوم بحرق الكتب. وبياخدها باولو وريني لمكان موجلر، وبيمنع الأطفال الحراس إن هم يروحوا ورا الأميرة إلينا. وأول ما بتوصل إلينا لمكان موجلر بتصرخ وبتمنعه من حرق الكتب. وفجأة اتفاجئت إلينا إنه نفس الشخص اللي كان بيحاول يتودد للملك اسمه البارون موجلر. فقلق جدا البارون لأنها اتعرفت عليه، وصرخت إلينا عليه وقالت له ازاي تتجرأ تعمل كده، لازم تخجل من نفسك. وعرفت إلينا إنه استخدم الأطفال علشان يسرقوا الكتب، واستخدم اسم عائلتها بيرنشتاين علشان يحتال على الكل. وقالت له إلينا لازم تعترف بكل جرايمك وتطلق سراح أم ريني. فقال لها وهو بيبرر أفعاله إنها لازم تسمع كلامه، ولازم كمان تعرف أسبابه اللي خلته يعمل كده. وسألته إلينا يفسر بإيه اللي هو عمله في الكتب دي، فقال لها موجلر إنه اشتراها بنفسه، لكن ريني قال لها إن هو بيكذب، دي نفس الكتب اللي هو قال لهم يسرقوها. فقال لها موجلر إنه عايز يعمل معاها اتفاق انه هيتجاهل انها وقفت جنب اشخاص زي دول في مقابل انها تخرب السياسه اللي جايه، ومش معقول ان الجميع يصرفوا كل ميزانيه الدوله على الكتب ويفوتوا فرصة التعاون مع شركة بيرس للأسلحة. فقالت له إلينا إن مستقبل الأمة أولوياته هي البحوث وعلاج أمراض عامة الناس، مش الأولوية لتطوير الأسلحة اللي تقتل الجميع. وقالت له إلينا إن اتفاقك عمري ما هقبل بيه أبدا. فقال لها موجلر بكل غضب أنت حقيرة وهخليكي تسمعي كلامي بالقوة، وبيوجه قدامها السلاح علشان تطيعه. وفجأة بيوصل الأمير كريس وبيتخض البارون موجلر. فقال البارون موجلر إنه من عائلة نبيلة ولازم يكون جدير بالثقة. فقال له كريس دي إهانة كبيرة جدا إنك توجه السيف ناحية خطيبتي، وعلى الرغم من احتكارك لنجمة سيسل لكني هحاول أساعد الأطفال دي. فقال له موجلر انت لازم تعرف ايه اللي محتاجاه الأمة. فقال له الأمير كريس بخصوص شركة بيرس للأسلحة
أنا عرفت إنها تعرضت للاحتيال بشكل سيء جدا. في واحد عجوز انضم للتطوير بنية السرقة، ولو استمرت الشركة في التطوير وفق لمخططاته هينتهي الموضوع بمنتج خاطئ. فقال له موجلر يستحيل إيه اللي انت بتقوله ده. فقال له الأمير كريس إذا ممكن تقولي ليه شركة بيرس للأسلحة بتواجه الإفلاس دلوقتي؟ سمعت كمان إن هم تعرضوا للغش بمبلغ كبير جدا من المال، وبيطلب الأمير كريس بالقبض عليه. واتأسفت إلينا لأنها حاولت تعالج الأمر بنفسها، فبيمسكها الأمير وبيضمها وبيقول لها لا يمكن أبدا إن أنا أزيح نظري عنك. وقال رينيه إنه هيدخل يبحث عن أمه في القصر، وإلينا بتقول إن رينيه وأمه فكروها بأمها. وقال رينيه لأمه إن الأمير علمه إن الشيء الثمين دايما بيكون مشمار إلينا، ولازم نقدر قيمته كويس، وإن اللي قاله ده أميرة شبه الجنيات تتعرف عليها. فاتفاجئت الأميرة إلينا جدا إن ده نفس كلامها. وكمل رينيه وقال إن الأمير قاله لازم ما يخسرش أمه أبدا بالبحث عن والده. ومسك رينيه إيد أمه وقال لها إنه هيكون عضو في نجمة سيسل، وهيحاول يبحث عن الحقيقة وعمره ما هيهرب أبدا من الواقع تاني. فقال لهم الأمير كريس إنهم بنوا مستشفى من 10 أيام في مدينتهم هتخدم جميع المرضى. فسألوا باولو حتى إحنا؟ فقالوا الأمير أكيد. وكمل الأمير وقال إن الأميرة إلينا كان ليها الفضل في ده. ولما سألته إلينا إزاي ليها الفضل في إنشاء المستشفى، ففكرها الأمير كريس إنها اتكلمت عن وفاة أمها من 3 سنوات، وكانت بتقرأ الكتب اللي بتحبها أمها لأنها كانت بتحس إن هما كده بيتواصلوا مع بعض. فافتكرت الأميرة إلينا علشان كده ما كانتش بتبعد عن مكتبة القصر، وعلشان كده اقترحت الأميرة إلينا إن يكون عندهم مكتبة من الأطباء ومكان يعالجوا فيه المحبطين من علاج أمهاتهم زي عائلتها كده، ولازم يكون في مرفق طبي بالمجان لفحص أي شخص. ونرجع في الوقت الحالي وبتسكت إلينا وبتفتكر كل كلام اللورد ليان ليها، وإنها مش لازم تكتم مشاعرها ولازم تحكي للورد كريس كل مشاكلها. فقالت إلينا إنها بقالها أيام بتفكر، وإنها مش قادرة تفتكر أي لقاء حصل ما بينها وما بين الأمير كريس أبدا، وبتعتذر له جدا لأنها بتعتز بالذكريات معاه لكنها مش قادرة تفتكرها أبدا. فضمها الأمير كريس وبعدته عنها وقالت له إنها بتتحرج جدا من ضمه ليها أمام الجميع. فضحك الأمير كريس وقال لها إنه سعيد إنها بتحاول جاهدة إنها تتذكر ذكرياتهم سوا. ولما قال رينيه إنها ممكن تتذكر ذكرياتهم بتعويذة، فافتكر الأمير كريس الكلمات السحرية اللي علمتها له أمه. وأخيرا بتفرح الأميرة إليانا إنها قدرت تفتكر بعض الذكريات ما بينهم، وبيودع الجميع الأميرة إليانا والأمير كريس. وفي طريق رجوعهم بيسأل الأمير كريس إلينا إزاي قدرت بجد إنها تتذكر ماضيهم سوا. فقالت له يمكن بسبب رغبتها إنها عايزة تتذكر كل ماضيهم سوا، ولأن وجودهم مع بعض الآن بسبب اللي حصل ما بينهم في الماضي. بيشكرها الأمير جدا لأنها ما اتغيرتش في معاملتها معاه، وكل مرة بتتغير معاه للأفضل، علشان كده وقع في حبها من تاني. وقالت إلينا إنها دايما بتعتقد إنه شخص لا يمكن استبداله أبدا، وبتفكروا إلينا إنه يقول لها على التعويذة اللي وعدها يقولها لها لو قابلها تاني. فقال لها الأمير كريس أنتي كنزي الوحيد، وبيلمس إيديها. وبكده يكون انتهى ملخص القسم الثالث من أنمي أميرتي. واللي حابب نلخص الأقسام الجاية ياريت يكتب لنا في التعليقات.